لطالما انتقدنا في هذه القناة عبد الإله بن كيران لأنه إنسان يفتقد للمصداقية كغيره، ولكن هذا لا يبرر الحملة التي تطاله اليوم. فهو بغض النظر عن أنه كغيره لم يغير شيء من الواقع السياسي المغربي، واستفاد من امتيازات السلطة العامة، إلا أنه سياسي يملك حسا خطابيا جيدا، ولديه من الجرأة ما يسمح له بالحفاظ على مقعد محترم، خصوصا في بلد أصبحت فيه السياسة مشوهة والكل يبحث عن مصالح ضيقة. أما الخطابات التي عهدناها، تلك الخطابات الرصينة والرزينة التي لا تقدم أي جديد، فهي خطابات أكل الدهر عليها وشرب. ولذلك فابن كيران يطرب مسامع المغاربة رغم الاختلاف معه.